السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى يوم جديد وفيديو جديد، ونبدأ كده اليوم من اوله ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. اول حاجة كده استعنت بالله وقلت اظبط كده المطبخ، كان فيه كام حاجة علشان كنت ناوية بصراحة اعمل لهم غدا اللي هو بالنسبة لي انا سهل وسريع، بس بالنسبة لهم يعني حاجة كده ايه هم بيحبوها، مش كلهم عشان اكون صريحة معاكم، مش ولادي كلهم. فتعالوا بس ندي الرخامة بتاعتنا تلميعة كده. هي كان في حاجات بس مكبوبة عليها سكر بودرة، ويعني اللي هم ايه هنظبط الدنيا كده بسرعة بسرعة. هي المطبخ الحمد لله ما كانتش حالته ميؤوس منها، يعني كانت حالته كويسة. طيب انا كنت مصورة الفيديو ده يوم الجمعة. ف اللي هو كنت عاملة الأكلة دي مش شم نسيم بقى وكده، لأ يعني خليناها يوم تاني وعملناها يوم الجمعة. وكمان كان بقى ايه علشان الأجازة وأجازة الولاد يكونوا مفيش دروس ولا أي حاجة، وكمان يكون جوزي مش يعني ما راحش الشغل تمام. فقلت خلاص خليها يوم أجازة كده ونظبط الدنيا هنا. هلمع بس الرخامة كده زي ما انتوا شايفين. بتلمعي بايه؟ ايه عايزه اقول لكم المنظف المحبب لقلبي اسمه ديفاتول. انا كنت قلت لكم عليه كتير قبل كده، بقى لي فتره ما كنتش جبته، بس الحمد لله يعني ده بالنسبه لي يعني عايزه اقول لكم ايدي ورجلي في المطبخ، وبصراحه بيخلي الرخامات تحفه، وبالذات الرخام الاسود ده لانه بيبقى عايز تلميع يعني بشكل مستمر. هظبط بقى شويه المواعين دولت هغسلهم، لان الاكله بتاعتنا اللي هو وسعوا لها النهارده، يعني عايزه ايه؟ عايزه ما يبقاش فيه اي حاجه في الحوض ولا اي مواعين، عشان هي كده كده هتبهدل المطبخ تاني. فهغسل بقى المواعين كده زي ما انتوا شايفين، هم شويه صغيرين يعني مش مستاهلين ان انا ارصهم في الغساله ولا اعمل دربكه يعني. مش يعني كده، لو كنت رصيتهم اكيد كنت هركنهم، ما كنتش هشغل عليهم الغساله، فقلت لا خليني اعملهم انا واقفه كده بسرعه، مش هياخدوا ولا وقت ولا مجهود. طبعا لو رصيت في الغساله هيفضلوا مركونين في الغساله لحد ما ايه ارص غيرهم، وبصراحه ما كنتش عايزه اركنهم، لان الاكله بتاعتنا كانت يعني اللي هو ايه عايزه افضلها الغساله كلها النهارده. فدي كانت بالنسبه لي حاجه مهمه قوي ان انا افضي الغساله، علشان لما نتغدى هلم كل المواعين اللي في المطبخ في الغساله، لان ما كانش ينفع غير الغساله وبميه سخنه وتغسل مكان الاكله دي. ايه يا بنتي الاكله اللي انت شوقتينا ليها دي؟ عايزين نعرف انت بتعملي ايه. استنوا بس اما اخلص المواعين كده وهنعيش مع بعضنا، يعني هنعيش حياتنا النهارده. إيه. انا هنا بقى اصلا بعد ما خلصت المواعين، يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني ما حضرتش الغدا على طول، لان احنا كنا لسه بدري. يعني بقى اللي عايز يروح الصلاة، نحضر بقى الفطار كده، يعني احنا فطرنا حاجات خفيفة كده، يعني محضرتش فطار اللي هو فطار متين، لان كنت عايزة اعمل يعني اغديهم بدري، عشان ايه الاكلة دي يعني عايزة غدا بدري مش عايزة غدا متأخر، فقلت خلاص نفطر كده. يعني ولادي اصلا جابوا بسكوت وشاي بلبن وفطروا، ده كان بالنسبة لهم الفطار، وانا سندوتش جبنة وشاي بلبن كده بالنسبة لي برضو ده كان الفطار كده، يعني عارفين كل واحد اكل حاجة خفيفة، علشان احنا اللي دوبك بعد الصلاة بشوية كنا هنتغدى على طول. يعني اول حاجة قلت اعملها ان انا اصحى كده من النوم. آه، اول حاجه عملتها طبعا ايه الشقه كانت الحمد لله مترتبه وكل حاجه، ما كانش فيها حاجه عايزه تترتب، كان فاضل بس المطبخ كان فيه شويه حاجات كده زي ما شفتوا، ظبطناه الحمد لله. نيجي بقى للغدا بتاعنا. ايه الغدا بتاعكم؟ طبعا زي ما قلت لكم كان في فاصل في النص. جبنا رنجة، وكمان جايبين فسيخ وملوحة. انا شارياهم المرة دي، انا شارياهم ما عملتش خالص يعني على اليومين بتوع شم النسيم دول انا ما عملتش، فاشتريت ملوحة واحدة ملوحة كده. طيب هتقولوا لي ايه الملوحة؟ هقول لكم دلوقتي. واشتريت كمان فسيخ. طيب هتقولي لي انت يعني بتعملي فسيخ على طول اشمعنى؟ بصوا كنت جه وقت يعني اللي هو المفروض اعمل فيه، كنت مضغوطة في شغل كتير، وما قدرتش بصراحة ان انا اروح اشتري سمك وكده واعمل، فما لحقتش يعني، فقلت مش مشكلة خلاص نشتري، فما عملتش خالص اليومين دول.
دي بقى الملوحة زي ما انتوا شايفين كده. طب الملوحة دي عبارة عن ايه؟ بصوا، بتبقى نوع كده من انواع السمك، هي مش بوري، بتبقى نوع كده يشبه البوري شوية، بس بتكون مبططة، واسمها يعني انا مش عارفة اقول اسمها، اكيد في ناس عارفاها، اسمها سمكة كلابي تقريبا، حاجة كده يا جماعة. بس هي سمكة حلوة قوي، بس طبعا بتبقى ناشفة شوية عن الفسيخ، ما بتبقاش الطراوة او الفسيخ كده، بيبقى طري شوية زيادة عن الملوحة. تمام. دي كان وزنها تقريبا نص كيلو او نص كيلو 50 جرام تقريبا. آه بس بالعكس بقى، كل ما بتكبريها طبعا، والفسيخ برضو يعني كل ما بيكون كبير كل ما بيكون احلى. هنا هعمل ايه؟ هقشرها طبعا، عشان دي انا هقطعها بجلدها، مش هخليها لان بتبقى ناشفه شويه عن الفسيخ. الفسيخ عادي اما تخليه بيطلع معاكي بكل سهوله، ودي كمان بتطلع، بس يعني ايه، بالنسبه لي لا، هقطعها بالقشر، باللي هو الجلد بتاعها عادي. هي بتبقى بطنها مفتوحه اصلا ومتنضفه، ما بتبقاش كمان زي الفسيخ، دي متنضفه. بصوا البطن بتاعتها هي نضيفه، ما فيهاش اي حاجه. طبعا في ناس كتير قوي بتعترض على الاكله دي، وايه ده بتاكلوا سمك ني؟ يا جماعه مش ني والله، هو سمك مملح. في حاجات كتيره قوي مش ممكن تكونش يعني مثلا ايه، عايزه اقول لكم في دول كتيره قوي بيبقى اسماك مملحه، بس انواع سمك تانية وبطريقه تانية. يعني مش شرط خالص يكون ان احنا يعني شكل السمك كده يبقى ني، لا خالص مش ني والله يا جماعه، وبيبقى طعمه حلو. في ناس طبعا مش بتتقبله، ودي اذواق اكيد. بصوا الملوحة دي، بس الفرق بينها وبين الفسيخ انها بتبقى حادقة قوي، يعني متقدريش تاكلي منها كمية كبيرة، لان دي بتبقى حادقة او مالحة كتير يعني. هحاول بس اشيل الشوك اللي في الجوانب كده. عايزة اقول لكم الاكلة دي بقى في شوية شمس كده حلوين فوق سطح البيت، لا احنا مش عايزين اكتر من كده. بس للأسف اصلا كان الجو تراب وهوا، يعني اللي هو مفيش. كنت اتمنى يعني انها تبقى فوق السطح كده، ونفرش في وسط الزرع بقى لا، كان الموضوع هيختلف يعني. بس طبعا يعني دوت شيماء عملتها معانا. بص انا هنا بوريكم ان هي طرية بس بتبقى يعني لحمتها قاسية شوية عن الفسيخ. آه بصوا امبارح كان امبارح كان الجمعة، فالجو كان قالب هوا بتراب كده، كان الجو فظيع بصراحة. فعايزه اقول لكم بقى ان كانت نوة تقريبا، كان انا سمعت والله اعلم ده كلام صحيح ولا لا، ان كان في نوة اسمها شيماء. فانا مش عارفه ايه اللي دخل شيماء في الموضوع، بس يعني كانت مظبطانه، وبالذات حساسيه الجيوب الانفيه، يعني الجماعه اللي عندهم حساسيه، فكانت مروقه عليهم جدا امبارح، وانا طبعا من ضمنهم يعني. بصوا بقى الفسيخ ما شاء الله كان حلو. كانت ريحته كويسة، وكمان كان طري وزي الزبدة، وكان ملحه برضو مش كتير. بصوا طلع كله ما شاء الله، او عامل زي الزبدة اهو. هخليه بقى كله بنفس الطريقة كده، وهحطه في الاطباق. وكمان زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو كده، كنت جايبة رنجة هشويها على النار. بصوا طلع كله، والجلدة طلعت ما فيهاش اي حاجة، وسليمة قدامكم اهي. خد الواحدية كمان برضه هعملها بنفس الطريقة كده. بقى خلينا الفسيخ، وقطعنا الملوحة بتاعتنا، والرنجة برضو شويتها كده، وخليتها على شويتها على النار، وخليتها في الطبق كده زي ما انتم شايفين. ونجيب بقى شوية ليمون محترمين كده، ونعصر على كل الحاجات دي. بصوا انا مش هعمل حاجات كتيرة جنب انا كنت بقلي بطاطس، كانت شهد كمان اللي بتقليها مش انا. طيب انا عندي مكة خالص، استحالة تاكل رنجة وفسيخ وسردين وحاجات من دي، انا ما جبتش سردين كمان. بس لان كان عندي بسارية وخلصت يعني. بصوا مكة استحالة زي ما قلت لكم تاكل اي حاجة من ده، بس انا كان عندي
كان عندي اكل في التلاجة يعني بايت ليها، كان فيه فراخ وكان فيه محشي، فهي اكلت محشي ورق عنب وفراخ. ده كان اكل مكة، لان هي ملهاش قوي في الحاجات، مش ملهاش قوي، هي ملهاش خالص، استحالة تحط اي حوادق من دي بقها. هي من يوم ما اتولدت ما جربتش، ما بتحاولش اصلا. تشوفوا بتقول لي لا. تقولي لي مكة دي شاطرة، اقول لكم يعني. بس لو جربت، لان احمد كان كده، ولما جرب بقى يحب الاكلة دي عادي زينا وبقى ياكلها. فهي رافضة تجرب يعني، فبراحتها خالص، بس بصراحة هتجرب مسيرك يا مكة، هتجربي. نحط بقى شوية زيت كده، انا حطيت عليهم كلهم ليمون وخل وزيت. نقطع بقى كام طماطمايه، مش هقطع خيار عشان بيزفر جنب الفسيخ، فهقطع بس طماطم. انا كنت عايزه اعمل سلطه رنجة، وبصراحه يعني ايه اللي هو رجعت في كلامي، قلت لا كفايه عليهم طحينه، علشان ما يبقاش الاكل كتير ويقعد لبعد كده يعني. عايزه اقول لكم والله الفسيخ فاضل منه لسه يعني، تقريبا احنا بنحب الملوحه اكتر، فاكلنا ملوحه وسيبنا الفسيخ زي ما هو. كنت طبعا غاسلة كمان بصل. البصل ده اصلا يا جماعة مزروع عندي فوق السطح، يعني البصل ما اشتريتهوش، كان مزروع وجبناه وغسلناه كده، وعايزة اقول لكم بيبقى طعمه زي السكر. حاجة كده ما تكوني لسه جايباها طازة، ويعني ايه، عارفين انتوا الحاجة اللي بتبقى مزروعة في البيت دي بيبقى ليها طعم تاني. فغسلت البصل كده زي ما انتوا شايفين، وفلفل وطماطم، وعملت كمان سلطة طحينة، وعملت بطاطس مقلية، وده كان اسهل واسرع غدا ممكن تعمليه للناس اللي بتحبه يعني. مش هقول لكل الناس، لان في ناس مش بتحب الاكلة دي. وبكده يكون يومنا خلص النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.